تعالوا بقى النهارده نعمل طريقه الفراخ المشويه. طلبتوها مني، انا عملتها على القناه كتير بس انتوا طلبتوها مني تاني. طريقه الفراخ المشويه على الفحم او في الفرن. انا بعملها بنفس التتبيله. هنا معايا النهارده اليوم معايا وراك. الوراك بتجيبيها تمام، بتفصلي بين العظمه دي كده، بتفتحي من هنا وبتفتحي من هنا ومن هنا من عند الدبوس، بتفتحيها كويس، لازم تبقى مفتوحه معاكي كويس كده، وبتيجي من هنا وبتعملي فيها ايه، فتحات اهي. بتعملي فيها فتحات زي دي كده، بس دي انا لسه هعملها. بتعملي فيها فتحات كده، واهم حاجه تفتحي بين الدبوس من هنا ومن هنا، وتفتحي من العظمه دي، تخلي معاكي الورك ايه، مفتوح كده مفرود. ولو فرخه كامله بتعملي نفس الطريقه برضو. الصدر بتفتحي حوالين العظم كله وبتخليه مفرود معاكي عشان خاطر ايه، يستوي معانا على طول. خلاص. هنا معايا بقى ايه التتبيله هنعملها ايه، ازاي. هنا معايا بصلتين كبار وبصلتين صغيرين، ومعايا 3 حبات من الطماطم او حبتين من الطماطم. هنضربهم في الكبه، وبعد كده هرجع لكم تاني بعد ما اضربهم في الكبه عشان صوت الكبه هوريكم البهارات اللي هننزل بيها. خلاص كده عملنا اللي ضربتهم في الكبه اهو، ضربت البصل والطماطم في الكبه خلاص. وهنا معايا البهارات، هنا معايا ملح ومرقه، مكعب مرقه، وهنا بابريكا مدخنه بتدي الفراخ طعم جامد جدا، وحبه من السبع بهارات او بهارات اللحمه او بهارات الفراخ اللي متواجد عندك. وهنا معايا حبه من الكاري، حبه معلقه صغيره من الكاري، وهنا معلقه صغيره من الفلفل الاسود. يبقى كل دول من كل حاجه معلقه معلقه معلقه. تمام. هننزل كده بقى ايه عليها كده. انا حاطه طماطم خلاص، بس التركايه دي بتدي الفراخ المشويه طعم حلو جدا، اللي هي معجون الطماطم. معلقه كبيره من معجون الطماطم بتدي الفراخ المشويه طعم حلو جدا. ومعايا عصره من الليمونه، ومعانا ايه ليمونه كامله. انا ماليش دعوه باي حد بيعمل فراخ مشويه، جربوا الخلطه بتاعتي دي وهتعجبكم جدا. اهي حطيت ليمونه كامله، وحبه من الخل، معلقه من الخل، بيخلي الفراخ معاكي بتبقى طريه وجوسي كده، وبتستوي معاكي على طول. هنقلب بقى كل الكلام الجميل ده كده كله مع بعضه. ادخلوا يا جماعه على الصفحه بتاعتي واشتركوا فيها وشجعوني عشان انزل لكم دايما وصفات. اهي هنقلب كل ده كله كده مع بعض، وهنجيب الفراخ وهنتبلها. هنا نسيت احط معلقه من التوم البودر، حطيت معلقه صغيره، مش عايزه تحطي براحتك زي ما تحبي. خلاص كده جبت الصاج اللي هحط فيه الفراخ اهو. انا عندي ولادي بيحبوا الوراك، يعني بيحبوا الوراك اكتر، فانا عشان كده دايما تلاقيني بجيب وراك اكتر من ما بكون عامله الفرخه كلها كامله اهوت. هنا جبت الوراك وحطيتها في الصاج. الصاج ده هدخله الفرن، هلفه بورق فويل بعد ما اتبلها، هتدخليه الفرن ربع ساعه يا دوبك الفراخ تتشمع والميه تتحبس فيها. اكون معايا جهزت الفحم وهن ايه نروح نشوي على الفحم. عايزه تكملي في الفرن كملي في الفرن، عايزه تعمليها بالطريقه دي والخلطه دي وتحطي تحتيها شرايح بصل وخضره زي ما انت عايزه، شرايح بصل وجزر وبطاطس اللي انت عايزه تحطيه. عايزه تعمليها فراخ مشويه بالطريقه دي على الفحم، يبقى هندخلها ربع ساعه في الفرن تاخد تتشمع، وبعد كده ننزل بيها على الفحم. هتطلع معاكي مستويه وحلوه جدا جدا، مش هتاخد معاكي وقت، مش هيبقى فيها اي حاجه نيه، هتبقى كلها حوالين العظم كله مستوي اهو. هننزل بقى بالتتبيله الجميله ديت، ونبدا بقى ايه نتبل الفراخ اهو. ده بقى ايه تبلي كويس جدا كده اهو. هنمسك واحده واحده كده تبلي بقى، ما تخليش مكان الا لما تحطي فيه التتبيله. انا النهارده هشويها على الفحم، هتبلها كده وهحطها تتبل من ساعه لساعتين، ولو من بالليل يبقى احسن بكتير. كل ما الحاجه بتاخد حقها في التتبيله بتديكي نتيجه روعه اهو. تبلها كده، وبعد كده بقى هسيبها، وبعد كده هدخلها الفرن زي ما قلت لكم ربع ساعه تتشمع، وبعد كده ايه هشويها، اكون جهزت الفحم واشويها على الفحم. تطلع معاكي فراخ مشويه تحفه. لكذا حد سالني على الفراخ المشويه، يا ريت ما تنسوش تدخلوا عندي على القناه على اليوتيوب وتشتركوا في القناه. انا حاطه لكم الصفحه في البايو تحت صورتي في البايو، ادخلوا اتكوا على كلمه اليوتيوب هتدخلكوا على القناه، ادخلوا واشتركوا يا جماعه وشجعوني.
وهنا اشتركوا في التيك توك، اضغطوا على القلب الاحمر. وعايزاكم بقى ايه، عايزه نكبر شويه عن كده، واي حاجه بتطلبوها مني انا بعملها لكم. تبل بقى الفراخ كلها كده وهرجع لكم. بصوا بقى الجمال بعد ما تبلنا الفراخ، بصوا شكلها تحفه. طيب الناس اللي هي مثلا مش عايزه تحطها في الفرن، عايزه تنزل بيها على الفحم على طول، هو اصلا الخل اللي انا حطاه، معلقه الخل اللي انا حطاها هتساعد معاكي في التسويه. طيب في ناس بتطلع البر، في ناس بتطلع على البحر، اللي هم حبايبنا الخليجيين عايزين يتبلوا التتبيله دي من بالليل وياخدوها الصبح ويطلعوا ايه، على البر يشووها وكده. يشو هي اصلا هتستوي معاكم على طول، مش شرط ان انت تحطها في الفرن، بس انا بسهل عليكي الامور وبقول لك حطيها في الفرن. لو انت مستعجله وعايزه تشوي على طول، حطيها في الفرن ربع ساعه تتشمع، وبعد كده تكوني ولعتي قبل ما الفحم يجهز وتولعيه، وتروحي ايه طالعه حطها في الشوايه وشويها. عايزه تكملي الشوي بتاعها زي ما هو في الصاج كده بنفس الشكل، بتطلع برضو تحفه. واعملي لها فحمايه في الاخر زي ما تحبوا، انا عاملاها لكم بكذا الطريقه اللي تريحكم. خلاص كده انا هسيبها في التتبيله، انا كده كنت بتبلها من بالليل، هسيبها في التتبيله، وبعد كده ايه بكره ان شاء الله هطلعها لكم، هنشويها وهوريها لكم بعد ما تشوي. كده خلاص بقى الفراخ انتوا شايفين اهي طلعت معانا تحفه اهي، شويتها وخلصتها. اعملي بقى جنبيها زي ما انت تحبي بقى، بس انا قلت اوريكم التتبيله بتاعت الفراخ. قسما بالله التتبيله بتاعتها روعه، احلى من المحلات مليون مره، جميله جدا. اعمليها بنفس الطريقه وهتعجبك. بصوا اهي دي بقى شويتها على الفحم، لو هتشويها في الفرن هتطلع معاكي بنفس الشكل برضو، تطلع معاكي بنفس الطعم. بس انا عايزه تعملي لها فحميه اعملي لها، بس انا النهارده عملتها على الفحم جميله جدا. وكنت فاتحه لايف وكان كنت بشويها وانا في اللايف اهي. بصوا بعد ما خلصت، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وكومنت حلو منكم وما تنسوش ان انتوا تدعموني عشان تشجعوني وانزل لكم بايه بوصفات على طول. يلا اشوفكم في فيديو جديد، وصفه جديده ومعلومه جديده. مع السلامه.